اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله النهارده هنعمل شاورما فراخ بطريقه سهله وبسيطه ولذيذه. اول حاجه معايا انا صدور فراخ اي كميه انت محتاجاها. انا هسيب الشاورما بتاعتي تتصفى بعد ما نقعتها وغسلتها كويس. معايا زبديه، ربع معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، ملح، شطه اختياري. هدمج كل المكونات دي مع بعض. معايا كيس خلطة شاورما، ممكن تستغني عني وتضعفي كل كميات التوابل اللي احنا حطيناها. انا حاطه هنا كيس واحد. هدمج كل الكلام ده كويس وهحط معلقه زيت. وهي التتبيله دي لو بيتي فيها الفراخ من بالليل واشتغلتي بيها الصبح بتبقى حلوه جدا. اقل حاجه في التتبيله دي تسيبي فيها الفراخ ساعتين. هشرب بقى الفراخ كل التتبيله اللي انا شغاله بيها. جربيها ان شاء الله وتعجبك. هسيبها بقى في التلاجة ساعتين اقل حاجه، او من بالليل هبيتها فيها. معايا هنا فلفل الوان، ومعايا واحد سبايسي اختياري. معايا فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر. وبرضه متوقفيش نفسك، اي لون فلفل عندك استخدميه. هقطع الفلفل اللي معايا كله شرايح رفيعه، وهطلع البذر، انا مش محتاجه البذر في حاجه. خلص بقى كل كميه الفلفل. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير. هنا انا مستخدمه بصلتين كبار، هقطعهم جوليان رفيع. طاسه على النار، نزلت فيها بمعلقتين زيت ومكعب زبده. هنزل بقى بالشاورما اللي انا متبلاها. اول ما تبدا تاخد صدمه حاولي تسمعي الصوت دوت، تعرفي كده اللي هي خلاص هتحطي عليها البصل. هنزل بقى البصل اللي معايا كله. في المرحله دي انا هديها ربع كوبايه ميه واغطيها، اسيب البصل ينزل ميته والفراخ تستوي. اول ما تبدا الفراخ تستوي هنزل اخر حاجه معايا الفلفل، عشان انا مش عايزه الفلفل يستوي، انا عايزاه بس يطرى شويه. ان شاء الله تجربيها وتعجبك.